قصتنا النهاردة من السودان في منطقة ساحلية. زمان في التمانينات كان الجيش السوداني بيعين أي جنسية في الجيش، ما عندهمش مشكلة. سمع بالموضوع دوت شاب يمني في العشرينات، كان لسه متجوز جديد، أخد مراته وراح اتعين في الجيش السوداني. وكان في حروب أهلية كتير عندهم في الوقت دوت، وناس كتير كانت بتموت، وكان من ضمنهم الشاب اليمني ده. ومراته استقرت في السودان وقتها، كانت لسه والدة ولد اسمه حذيفة، كان عنده ساعتها 7 شهور. وكانت بتشتغل في أعمال بسيطة عشان تقدر تصرف وتعيش في البلد. وفي يوم مر عليهم شاب يمني كان جاي يشتغل في التجارة، اتعرف عليها وعرف انها يمنية وحكت له قصتها كلها. اعجب بيها التاجر دوت، وكان تاجر بسيط يعني، وتعمد يقرب منها اكتر واكتر، وتعرفوا يعني بحجة ان هي تعرفوا الاماكن. وشوية شوية اعجب بيها وقال لها انا عايزة اتجوزك. قالت له تمام، انا ما عنديش مانع. قال لها بس انا ليا شرط، ابنك انا مش عاوزه، مش هينفع ان انا اخده معايا يعني، عشان اهلي وهيعترضوا يعني على الجوازة لو لقيوا ان انتي معاكي ولد. انا هعيشك عيشة كويسة وما كنتش تحلمي بيها يعني وتفكري وشوفي له صرفة، يا اما الموضوع يعني هيبوظ. فهي ساعتها فكرت، قعدت تفكر وتقول الدنيا جاية عليا وظروفي وحشة ومش عارفة اتصرف ولا اصرف على نفسي ولا على ابني، واودي الولد فين وانا هنا غريبة لوحدي في البلد. قعدت تفكر كتير. التاجر اقنعها لما قال لها هجيبلك بيت وذهب كتير. كان ليها جارة سودانية اسمها سعاد، ما كانتش بتخلف، كان عندها خير كتير جدا. سعاد دي لفت على دكاترة كتير جدا وصرفت فلوس كتير جدا وخلفت بنتها عندها 2 سنين، وبعد كده ما عرفتش تخلف تاني. فهي قالت انا اعرض على سعاد تربي ابني. سعاد دي ست طيبة جدا، راحت قالت لها انا عايزاكي تربي ابني مع بنتك ومش عاوزة منك اي حاجة. سعاد استغربت جدا وقالت لها ازاي تسيب ابنك؟ قالت لها انت عارفة ظروفي صعبة والولد عنده 9 شهور دلوقتي، وانا مش قادرة اصرف عليه، ومتقدم لي راجل كويس وشارط عليا ان انا ماخدش ابني معايا. فكرت سعاد كويس ولقيت ان الست دي مقررة ان هي كده كده مش عايزة ابنها، يعني لو ما خدتوش سعاد هي هترميه في اي مكان تاني، ممكن توديه ملجأ، تسيبه في الشارع. هي بايعة كل حاجة، يعني اهم حاجة عندها ان هي عايزة تتجوز وخلاص. فسعاد فكرت وقالت ايه، انا هاخده اربيه واصرف عليه كويس وخلاص. وافقت طبعا سعاد خلاص وخدت الولد، وقالت لها اديني شهادة ميلاده واي ورق ليه او صور، وقالت لها ما فيش الا صورة واحدة انا وابوه وهو قبل ما ابوه يموت. خدت اوراقه، وقالت لها ساعتها اي وقت انت عايزاه انا هديهولك، ما تخافيش عليه وكأنك انت سايباه معايا مع نفسك، يعني ما تقلقيش عليه. وبالفعل سابته وراحت اتجوزت التاجر ورجعت اليمن. سعاد كانت فرحانة بيه جدا، ربته تربية كويسة قوي قوي قوي. كبر حذيفة ودخل المدرسة، وكانت منبهة على كل قرايبها وجيرانها ما يعرفوش الولد اي حاجة عن نفسه ولا عن امه ولا عن اي، كانت خايفة ان حد يعايره او يضايقه بيتكلم في المدرسة او في اي مكان. وهي كانت بتحب حذيفة جدا جدا جدا، يعني كانت بتحبه اكتر حد في الدنيا ومحافظة عليه، وكان متفوق جدا في مدرسته وكان محبوب، وهي كانت موفره له كل حاجة. في يوم من الايام حذيفة وهو كان في ثانوي رجع من مدرسة، قالت له تعالى انا عايزة اقولك على سر. قال لها مالك يا ماما، انتي تعبانة ولا فيكي ايه؟ قالت له لا، انا عايزاك في حاجة مهمة. قالت له حذيفة امسك الورقة دي،
كانت شهادة ميلاده، وقالت له قراها. قرا الشهادة، لها اسمه حذيفة فلان فلاني، واسم الأم برضو مختلف مش سعاد، ومذكور إن هو يمني الجنسية. قالت له انت مش سوداني واحنا مش اهلك. هو استغرب، قال لها انت بتقولي ايه؟ انت ايه انا مش مقتنع باللي انت بتقوليه ده. هو كان حاسس ان هو مختلف عنهم في شكله ولونه، وابوه واخته مش نفس شكله. حكت له قصته كلها، ووريته صورته هو وامه وابوه. الولد اتصدم وقعد يعيط وانهار، وهي كمان كانت بتعيط. قالت له ايه ده، انا قلت لك دلوقتي السر عشان خايفة في يوم لما اموت حد يجي يعايرك ويفتكرك ان انت كنت لقيط او حاجة. انا حبيت احكي لك الحقيقة كلها. انت ولد ابن حلال ومن اب وام كويسين يمنيين، و من الظروف بس هي اللي حكمت ان انت تعيش معايا، ومش عشان حكيت لك يبقى انا اتخليت عنك، لا بالعكس. طلعت له وثيقة كاتبة فيها البيت كله باسمه، كان بعلم جوزها طبعا. انا قالت له انا عايشة اضمن لك كل حاجة، لكن لما اموت ما مش هقدر ان انا اضمن لك انك تعيش كويس وما تتبهدلش، فلازم ايه ان انا اكتب لك البيت باسمك. وقالت له بس انا عايزة اوصيك وصية لما اموت وابوك يموت، انا مش عايزة اختك تتبهدل، عايزك تحافظ عليها وتجوزها الراجل اصيل. الله ربنا يديك الصحة، ما تقوليش كده، وان شاء الله تفرحي بيها. وخلاص دلوقتي حذيفة عرف قصته وخلاص مش مهتم، لان امه الاصلية اصلا سعاد بالنسبة له، مش عاوز يعرف اي تفاصيل تانية. هو كان عاقل وشاطر جدا، واتخرج من الثانوية ودخل كلية طب وبقى دكتور شاطر جدا في جراحة القلب في السودان، بقى مشهور في السودان. وكمان كان بيسافر اكتر من دولة يشتغل فيها، وبقى غني جدا. وأمه سعاد وأبوه كانوا عايشين معاه، وهو كانوا مسلمينه كل أملاكهم وكل حاجة، وهو كمان كان مش محتاج، يعني كانت ظروفه كويسة جدا. كانت الناس كلها طبعا عرفت قصته، وفي الشغل وفي في المستشفى في كل مكان يعني، وبقى بالنسبة له حاجة عادية ان هو الدكتور اليمني اللي متربي وعايش في السودان. في يوم جه المستشفى شاب يمني كان بيتعالج، وطبعا الناس بتقعد تحكي كان مقيم يعني شوية في المستشفى، فعرف قصة حذيفة، وعرف ان هو من اليمن وبلده اسمها كذا وخلاص. المهم الولد دوت سافر، الشاب دوت اليمن، وكان بالصدفة في نفس بلد جوز أم حذيفة اللي سافرت معاه زمان. فبيحكي معاه بيقوله كنت عند دكتور شاطر هناك، ودكتور يمني اسمه حذيفة وعايش في السودان. التاجر طبعا حس كده ان في حاجة، قال له طب انت تعرف اسمه ايه بالكامل؟ قال له دكتور كذا كذا. التاجر لما سمع اسمه اتصدم، قال معقولة ممكن يكون هو ده ابنها؟ لما رجع لمراته بالليل قال لها في دكتور يمني اسمه حذيفة وتقريبا نفس عمر ابنك. قالت قالت له انت بتفكرني ليه بيه؟ وقعدت تعيط. قال لها ده اسمه كذا كذا، مشهور جدا وغني جدا هناك في اليمن. وهي طبعا قعدت تعيط عشان ندمت يعني وافتكرته. هي اصلا كانت خلفت 10 ولاد من جوزها التاجر دوت، وكانت نسيته خالص يعني. قالت له انا عايزة تجيب لي رقم الدكتور دوت، شوف الشاب اللي راح دوت لو هو بيسافر تاني انت تجيب لي رقمه ضروري جدا. فهو قال لها خلاص ما تضايقيش نفسك، انا هخليه يجيبهولك. بعد كام شهر فعلا جاب لها الرقم، اتصلت بيه. قالت له انت حذيفة؟ قال لها ايوه. قالت له انت يمني الجنسية وامك اسمها سعاد؟ قال لها تمام. انت عارفة ايه؟ انت عارفاني منين؟ قالت له انا امك. وقعدت تعيط في التليفون، مش عارفين بقى كانت بتعيط ندمانة ولا بتمثل عشان عرفت ان هو غني.
هو كلمها طبعا بطريقة ناشفة كده وما كانش مرحب بيها يعني. قال لها انت سبتيني العمر ده كله، انت عايزة مني ايه يعني؟ انت بتتصلي ليه؟ قالت له انا امك، انا ما سبتكش، انا سعاد هي اللي خدتك غصب عني، ورطتني في قضية وصفرتني غصب عني. وطبعا من طريقتها وتمثيلها وعياطها هو صدقها. راح قفل التليفون وراح لماما سعاد. طبعا قال لها انتي عملتي كده في امي، انتي ورطتيها وانتي اللي خدتيني منها غصب عنها. ام سعاد قعدت تعيط وقالت له انا ربيتك كل السنين دي وكتبت لك كل املاكي وجاي تتهمني دلوقتي؟ بص انا مش هلومك لان انت اكيد هي اللي قالت لك الكلام دوت. انت شوف حد يشاهد ما بينا وانت هتعرف الحياة كلها. كلم جوزها التاجر وانت هتعرف هو السبب ولا مين. المهم الولد سافر حذيفة، راح على اليمن على طول، عرف طبعا العنوان وراح على اليمن على طول. سلمت عليه امه وعملت نفسها بقى ان هي بتحضنه وبتبوسه ما اعرفش ايه، فقال لجوزها بعد اذنك انا عايزك في موضوع لوحدنا. قال له بص انا شهدك وانت اكيد تاجر وعارف الحلال من الحرام وهتقولي الحقيقة. قال له خلاص انا هقول لك الحقيقة. قال له هو انت اللي طلبت من امي تسيبني زمان ولا ات... انا اتخذت منها غصب عنه؟ قال له الحقيقة انا اللي طلبت منها ان هي تسيبك لاني اهلي هنا ما كانوش هيوافقوا وما كانش هينفع ان انا اخدك معايا، وهي سابتك للحاجة سعاد. هو سمع الحقيقة وعلى طول خرج من غير حتى ما يودع امه ولا بص عليها حتى يشوفها ولا يسلم عليها. رجع على السودان على طول، قعد يبوس في ايد ماما سعاد ولا حقك عليا، انا كنت عارف بس كان لازم اتأكد، وكمان هرجع لك كل املاكك باسمك عشان ما تحسيش ان في يوم ممكن اتخلى عنك. فعلا رجع لها كل املاكها ولحد الان هو عايش معاها ورجع بقى احسن من الاول. وخلصت قصتنا النهارده.